لما بيتجمع سوء الحظ وتلاقي الكورة معنداك ومش عاوزة تدخل مع الفلسفة والتعالي الكروي اللي عند اللعيبة والمدرب، بيحصل اللي شفناه في ماتش النهاردة ده. مارتن يول بدأ اللقاء بشريف إكرامي قدام 4 من اليمين، محمد هاني، سعد سمير ورامي ربيعة قلبين دفاع، آخرة صبري باك شمال، قدامهم 2 حسام غالي وحسام عاشور، قدامهم 3 مؤمن زكريا في النص، على جانبيه رمضان صبحي ووليد سليمان، وهم ال3 كانوا بيغيروا أماكنهم مع بعض طول الماتش تحت راس حربة إيفونا. الماتش اللي فات لما عبد الله السعيد ربنا يقومه لنا بالسلامة اتصاب، مارتن يول دخل مكانه مؤمن زكريا وكان بيعمل شيفتنج مع وليد سليمان، وهما الاتنين ما نجحوش تحت راس الحربة، لأن ببساطة رمضان ومؤمن ووليد مكمن قوتهم وخطورتهم على الأجناب باختراق، بمهارة فردية أو بعرضية أو بقطمة على حدود ال18 وشوطة، إنما مش صناع لعب صريحين. ولو كنت جربت واحد منهم أو كلهم ونجحوا مرة واحدة ولا حاجة فدي مجرد صدفة لا أكثر، إنما القاعدة الأساسية بتقول إن كل واحد يلعب في مكانه، يعني ما يكونش عندك بديل استراتيجي لعبد الله بحجم صالح جمعة ببساطه وسروهاته ورؤيته للملعب وتخلله لنا على الدكة لغاية نص الشوط التاني. الأولى إنك كنت تبدأ بيه بعد ما شفت مستواه في الماتش اللي فات. اتكلمت قبل كده 100 مرة عن الفلسفة في كرة القدم وقد إيه هي مكلفة لما بنسوق فيها. هو ده اللي عمله حسام غالي كالعادة يعني في الجول الأول. الكرة دي اتكررت قبل كده كتير جدا، زي ماتش سموحة كرة ربيعة وماتش اتحاد الشرطة كرة غالي نفسه، ومع ذلك ما بنتعلمش من أخطائنا وبنكررها، واللي بيزعل إن الخطأ ده بيجي من الكابتن نفسه. وبعدين انت أصلا راجل نص ملعب راجع تستلم الكرة من الحارس ليه؟ المدافعين مش مالين عينك مثلا؟ بعد ما النتيجة بقت 1-0 علينا، لاعيبتنا كلها أعصابها اتشدت واستعجلوا إنهم يجيبوا التعادل، فاهتمينا بالهجوم وأهملنا الحتة الدفاعية، وده أدى لحدوث شرخ كبير جدا ما بين خط الوسط والمدافعين، وشرخ تاني أكبر ما بين المدافعين وشريف إكرامي. لاعيبة المصري بقيادة المدير الفني العبقري حسام حسن استغلوا الشرخين دول بانهم يلعبوا كور طولية فيهم قدام المهاجم عندهم، بالذات من ناحية صبري رحيل المتواضع كرويا، وبالفعل كرة منهم لفقت وجابت جول وبقوا 2-0. نزلنا الشوط الثاني وانا عمال بدعي ربنا ان مارتن يول يظبط التشكيل بانه يسحب واحد من الثلاثي اللي تحت راس الحربة وينزل صالح جمعة في النص، ولا اي حاجة حصل. الكورة العشوائية مستمرة والشرخ الدفاعي لسه موجود، عرضية في الحتة الفاضية اللي المفروض تكون مش فاضية، لان المفروض عندنا باك شمال عامل مبدأ بسيط من مبادئ كرة القدم اسمه مبدأ التغطية العكسية في حالة الهجمة المرتدة، والشهادة لله صبري رحيل كان واقف. طب صد الكورة؟ لا. طب شتتها حتى؟ لا. امال عمل ايه؟ فضل واقف لغاية ما النتيجة بقت 3-0. برافو عليك يا صبري. وفي وسط زحمة الضلمة دي كان لازم نشوف نور بسيط قوي من شاب جميل جدا اسمه رمضان صبحي. رمضان بيثبت لنا ان الانتماء والغيرة على الفانيلا مش بالسن. رمضان اول ما اتحسب لنا البلانتي هو اول واحد مسك الكورة وقال لهم ما تخافوش انا هجيبها، مع ان في ظروف زي دي كل الناس بتتهرب علشان الجول في الوقت ده بيكون وسع خرم الابرة. لولا رمضان ما كناش شفنا الجولين اللي جبناهم. رمضان حفظ ماء وجه الفريق بإحرازه للجول الأول وصناعته للجول الثاني. رمضان كريم. شوية نقط ما ينفعش ما نتكلمش عليهم. أولا حسام حسن مدرب كبير قوي ومعروف عنه حماسه، وعمل من الفسيخ شربات في بورسعيد. ما ينفعش كنا ندخل الماتش بالطريقة دي، كان لازم ناخد بالنا من دماغ الراجل ده أكتر من كده. ثانيا مارتن يول فشل ذريع وبعتبرها أسوأ مبارياته من أول ما جه الأهلي. سيبك من إن التشكيل في رأيي ما كانش مظبوط. الشوط التاني لما فكر يطلع واحد وينزل صالح مكانه سحب عاشور من الملعب، وإن كان من الأفضل لو عايز يسحب ديفندر كان يسحب حسام غالي، علشان غالي كان واضح عليه قوي إن هو مش مركز ومش في فورمته. وكمان في آخر تبديل نزل أحمد الشيخ. ده احنا صوتنا اتنبح يا راجل لما قلنا عليه قبل كده ان هو يبدأ في ماتش سهل،
جاي انت تورطه في ماتش زي المصري وفي ظروف زي دي؟ ثالثا، ايفونا اصابته هتخليه زي عبد الله ما يكملش الموسم. انا مش عارف مين ابن التيت اللي ناظر لنا اللعيبه دي. لو هناخدها بمنظور ايجابي شويه، اصابه ايفونا فرصه علشان نبدا بانطوي ونديله فرصته كامله في الماتشات اللي جايه، وعماد متعب يبقى هو البديل الوحيد اللي يكون قاعد له على الدكه علشان اصلا مفيش غيرهم. رابعا، الفلسفه من اللعيبه ومديرهم الفني في الماتشات اللي جايه جريمه يعاقب عليها قانون شعب الاهلي. مش عايزين نشوف الخطأ الساذج بتاع غالي بتاع كل مره، ولا اي مفاجآت في التشكيل يا عم مارتن. مطلوب منكم تفوزوا الماتشين اللي جايين علشان تحسموا اللقب قبل ماتش الزمالك. اخيرا، ده ماتش وعدى، بحلو وبمره عدى، ننساه ونفكر في اللي جاي. عندنا الماتش اللي جاي الاسماعيلي، ماتش مش سهل خالص، فياريت نيجي على نفسنا شويه وما نستهزأش بالاسماعيلي وندرسه كويس علشان نرجع الدرع لبيته.
سؤال الحلقة بقى، في رأيك ايه هي اسباب خسارة النادي الاهلي النهاردة قدام المصري؟ لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك علشان تحفزني اعمل الفيديو المرة الجاية، وسبسكرايب في القناة لو انت مش مشترك علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اول باول، ولايك لصفحة البرنامج على الفيسبوك، وشير في الخير الفيديو في كل حتة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اسف لو في مشكلة في الصوت، بس معلش علشان انا تعبان شوية وعندي برد. كان معاكم ابراهيم شعط اللي هو هيما تيوب. سلام.